تحضر أحد المحققين. تفضل. شكرا. وزير، السيد الرئيس، السادة النواب المحترمين، نسائلكم هذا السؤال هو من أجل الدفاع عن التطبيق السليم للقانون السيد الوزير وضمان مستلزمات المحاكمة العادلة. دور النيابة العامة السيد الوزير في هذه المرحلة هو دور حساس، لأن الدور اللي كتقوم به في مجال ديال التكييف ديال المتابعات للمناضلين في الحراك السلمي كيتطلب انها تقوم بالدور ديال التهدئه، في حين كنلقاو البلاغات النيابه العامه كتكلم على مجموعه ديال التهم ديال تمس بالسلامه الداخليه للدوله، زعزعه الولاء المواطنين وجرائم اخرى يكيفها القانون الجنائي. سيد الوزير، نطالبكم باسقاط التهم. هنا السياسه الجنائيه عندها الطبيعه السياسيه، اسقاط التهم على المعتقلين في حراك ديال الريف. نطالبكم بايقاف الاعتقالات ديال المعتقلين ديال حراك السلمي ديال الريف. سيد الوزير، النيابه العامه نثمن انها اصدرت 5 بلاغات في ظرف 8 أيام، ولكن كنسجلوا بانها لحد الان مازال كنتظروا النتائج ديال البحث اللي اعلنت عنه باثراء المقتل ديال محسن فكري. كذلك نسائلكم السيد الوزير على الصمت ديال النيابه العامه على مجموعه من الاتهامات اللي صدرت في وسائل الاعلام والتهديدات بالقتل. النيابه العامه ما كيفتش هاد الاتهامات هذه. النيابه العامه كذلك كانت بسرعه استجبت وكيفت التدوينات اللي قام بها الشباب ديال الفيسبوك بواحد الشكل سريع جدا، حين ان ما يقوم به الاعلام من تزوير مجموعه من الصور والفبركه ديالها وما قامت به هاد الناس اللي هدوا في وسائل الاعلام اللي مثبوته عن طريق تسجيلات فيديو. النيابه العامه نسجل انها كانت صامته في هذا الجانب. شكرا السيدة النائبة المحترمة.